بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم النهارده إن شاء الله على السكان رينفورسمنت طبقا للاي سي اي 318/19. مبدئيا في كلاستر 9.7.2.3 الكود بيقول for non pre-stressed and class C pre-stressed beams. يبقى هو كده أول نقطة بيتكلم على الكاميرات الكاستم سيتيو والكاميرات البري-stressed اللي من تايب سي. بيقول ان لما الاتش تكسيد تعدي ال 900 مللي، طبعا ده بخلاف الكود المصري، تمام. longitudinal scan reinforcement shall be uniformly distributed. يبقى هو كده هيحط حديد طولي هيتوزع بانتظام on both side faces، يعني على الاجناب بتاعه الكاميرا بالشكل ده، تمام. for a distance h/2. احنا في الكود المصري ما كانش النقطة دي مذكورة، بس احنا كنا في العادي بنحط الحديد بنوزعه على الجنب كله من هنا والجنب كله من هنا. لا، هو الكود الامريكي بيطلب بس h/2، ان هو بيتكلم في ان هو بيحط على h/2 from tension side. طب احنا في العادي الموضوع ده لو عندنا كاميرا كونتينوس، عندنا التنشن هنا من تحت، عندنا التنشن هنا من فوق، الموضوع هيكون صعب جدا. ولكن لو عندنا كاميرا سمبل بيم، واحنا مثلا مع المشروع بتاعنا كان فاليو انجينيرنج، فساعتها احنا ممكن فعلا نوفر نص كميه حديد التسليح بتاع السكن، سبيشالي لو عندنا حجم الكاميرات كان كبير. بعدين بيقول لك السبيسنج اوف سكن reinforcement shall not exceed S، اللي هيديها لنا في تيبل 24.3.2. طيب تعال نبص على الجدول ده مع بعض. ده جدول 24.3.2. هو بيقول لك بالنسبة للديفورمد بارز اور وايرد، الحالة بتاعتنا بيقول لك خد المسافة اللي أقل من ده، كده احنا هنحدد المسافة الماكسيموم طبقا للأقل من القيمتين دول. فبيقول لك 380 في 280 على اف اس ناقص 2.5 سي سي، أو 300 في 280 على الاف اس. طب الاف اس في 24.3.2.1 بيقول لك ان الاسترسز اف اس اللي هو الاجهاد الفعلي اللي بيكون موجود في اسياخ حي التسليح، اجهاد التنشن، بيقول لك ان هو المفروض يتاخد في الحاله الانفاكتورد مومنت، يعني انا مش هجيبه من موديل التيميت، هجيبه من موديل سيرفيس. او بيقول لك لو مش هتعمل كده يبقى انت ممكن مسموح لك ان انت تقول ان هو تلتين الاف يلد. انا دلوقتي بالنسبه لي الاف يلد بتاعتي في الحديد ده هتكون 420، فلو بقول تلتين ال 420 يبقى انا هاخدها 280 ميجا باسكال. يبقى 280 على 280 يعني دي بواحد في 380، يبقى 380 زي ما هي، ناقص 2.5 سي سي. سي سي ده الكفر بتاع الحديد، هو ذكره هنا. بيقول لك where CC is the clear cover from the skin reinforcement to the side face. فبالنسبة لي أنا هشيل الكانة، يعني همشي الكفر وبعدين هجمع عليه الكانة وبعدين هوصل لحد نص الحديد، فساعتها أنا هتكلم فيه. لو افترضت ان الكلير كفر بتاعي كان 25 زائد انا عندي كان ولتكن 8 مللي، زائد الحديد اللي انا هحطه هيكون وليكن 10 مللي، فهاخد نصه، فهي 38 مللي. يبقى انا كده بالنسبه لي المسافه الاولانيه 380 ناقص 38 مللي، دي موصلاني لغايه 442 مللي السبيسنج، تمام. طيب الفاكتور التاني هيكون 300، لان 280 على 280 فبواحد في 300 هتبقى 300، يبقى انا هاخد الاقل من دول، الاقل بالنسبه لي هيكون 300. شكرا. كان معاكم احمد نصرت من تريننج بنتورز.